تكمل دراستك في ألمانيا ومش عايز تروح عن طريق مكاتب ويستغلوك وياخدوا منك قد كده، وفي الآخر هيعملوا حاجات انت تقدر تعملها بنفسك، انا هعلمها لك في الفيديو ده. انا هنا هقول لكم كل المواقع اللي هتحتاجوها ومش هتحتاجوا غيرها في طريقكم للتقديم للجامعات في ألمانيا. اول موقع هتحتاجوه هو موقع الداد، وده الموقع هتلاقوا عليه كل المعلومات عن المنح الدراسية والجامعات والكليات والرسوم اللي المفروض هتدفعها في الدراسة، وتقدروا تفلتروا من عليه وتختاروا عايزين تدرسوا بالألماني ولا بالإنجليش، وهيطلع لكم كل الجامعات المناسبة لكم بكل التفاصيل اللي هتحتاجوها وطريقة التقديم كمان. تاني موقع هو اليوني أسيست، والموقع ده هو الوسيط بينك وبين الجامعات عشان أغلب الجامعات هتحتاج تقدم عليها من خلاله. تالت موقع هو Study in Germany، وده يعتبر هو الموقع الرسمي لوزارة التعليم والبحث في ألمانيا. هتقدر من خلاله ان انت تحصل على كل المعلومات الأكيدة والموثوقة، وعليها هتلاقي كل حاجة مشروحة بالتفصيل، ومعلومات عن المدينة اللي حابب تدرس فيها، ونصايح مهمة هتفيدك في رحلة التقديم، وكمان متوسط التكلفة المعيشية في كل مدينة بالتفصيل، حرفيا عليك كل حاجة. رابع موقع ده هتحتاجه عشان تعرف من خلاله المعلومات عن السنة التحضيرية اللي هتحتاجها بعد ثانوية عشان تقدر بعدها تكمل في الجامعة هنا. والموقع ده اسمه ستودنت كوليج، وهحط لكم كل اسماء المواقع دي تحت في الكومنتات. ما تخلوش حد ياخد منكم فلوس كتير قوي عشان خاطر يعمل حاجات انتوا تقدروا تعملوها بايديكم يا جماعة، تقدروا تقدموا، تقدروا تعملوا كل حاجة بنفسكم. روحوا شوفوا المواقع هتلاقوا عليها كل المعلومات والطرق مشروحة بالتفصيل، وابعتوا الفيديو ده لأي حد عايز يدرس في ألمانيا.